كولر ولجنة التخطيط بالأهلي يتفقان على الإبقاء على أنتوني موديست لنهاية الموسم والتعاقد مع وسام أبو علي ومهاجم آخر محلي وإعارة صلاح محسن أو بيعه نهائيا في يناير. كولر يبلغ الأهلي بخروج أحمد عبد القادر من حساباته تماما ويؤكد أنه من الأفضل إعارة اللاعب في يناير المقبل لكي يستعيد مستواه. مارسيل كولر يتوجه إلى سويسرا لقضاء أجازة الكريسماس مع عائلته بعد انتهاء اجتماعه الهام مع مجلس الإدارة ولجنة التخطيط. مصدر بالأهلي ينفي كل ما يصار عن توقيع النادي غرامة مالية ضخمة على إمام عاشور بسبب وصفه لرضا عبد العال بالهجاص بعد التتويج بالسوبر. الأهلي يشكر دولة الإمارات العربية الشقيقة على الحفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقتها البعثة أثناء المشاركة في بطولة السوبر المصري، ويشيد بجهود مجلس أبو ظبي الرياضي في تنظيم الحدث رغم حصول الجميع على راحة 10 أيام. خالد بيبو يواصل عمله في النادي الأهلي من الغد لصرف مكافآت اللاعبين بعد تحقيق السوبر وتحقيق البرونزية وإنهاء بعض الملفات الإدارية. تقارير تركية. طرابزون سبور يضع أليو ديانج لاعب الأهلي المصري في حساباته لتدعيم خط الوسط، والمدير الفني للفريق معجب للغاية باللاعب المالي والنادي يجهز عرض بقيمة 5 مليون يورو للحصول على خدماته. محمد الضو كريستو يجدد طلب الرحيل من الأهلي في يناير المقبل بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني تماما. رسميا السعودية تعلن زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري ل10 لاعبين حتى تسمح للأندية بتقوية صفوفها. إشادة كبيرة من الجماهير المصرية وخصوصا الأهلاوية على مواقع التواصل الاجتماعي بالبرنس أشرف قاسم الذي حلل بموضوعية شديدة مستوى إمام عاشور ومنحه بعض النصائح، ويؤكدون أن هذه النماذج المحترمة هي من تستحق الظهور على الشاشات وليس الهجاصين أمثال رضا عبد العال ومحمود أبو الدهب ومحمد فاروق. ليفربول يعلن انضمام محمد صلاح لمنتخب بلاده في معسكر الإعداد لكأس الأمم الإفريقية 2 يناير القادم. مصطفى شلبي يشارك في التقسيمة بتدريبات الزمالك بعد تخلصه من الإصابة. منتخب غانا يدخل معسكر مغلق استعدادا لمواجهة مصر في كأس الأمم الإفريقية. ضياء السيد. موديست جاب بطولة للأهلي مش هدف بس، ومباراة الأمس أظهر اللاعب فيها إمكانياته، ورغم ذلك إدارة الأهلي تبحث حاليا عن مهاجم آخر. وبناء على معلومة قيلت لي من داخل النادي الأهلي وأتكتم على مصدرها، إدارة الأهلي بالفعل فتحت منذ فترة طويلة خطوط المفاوضات مع أحد المهاجمين المميزين، وأنهوا الاتفاق معه على أن ينضم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية القادمة. الأهلي رأى أن عدم تأقلم أنتوني موديست سيؤثر على مسيرة الفريق، لذلك بحثوا منذ فترة طويلة على إيجاد البديل الأنسب ونجحوا في ذلك، ويتم الآن وضع الرتوش الأخيرة لإتمام التعاقد مع مهاجم سوبر. وليد صلاح الدين. سيناريو مباراة الأمس خدم أنتوني موديست ويجب تهنئة النادي الأهلي وجماهيره على التتويج باللقب المستحق، والفوز بالبطولة سيجعل هناك حالة هدوء بعد فقدان بطولتين في الموسم الحالي، ومن ثم التحضير خلال فترة التوقف للمرحلة القادمة. هناك منافسات صعبة بعد شهر يناير القادم ولا يزال هناك بطولات قوية سواء الدوري أو بطولة أفريقيا. الأهلي قدم مستوى طيب خلال الشوط الأول من مواجهة الأمس، وحدث لخبطة وارتباك واضح في نهاية الشوط الثاني رغم أن الأهلي سيطر بشكل جيد مع انطلاقة الشوط، ولكن حدث حالة اطمئنان وبدأ يشعر اللاعبين بسهولة اللقاء، والهدف الذي استقبله مصطفى شوبير سبق وسكن شباك الأهلي أمام بيراميدز في وجود محمد الشناوي، ولا بد أن الحارس يتخذ قرار سريع خصوصا في ظل الضغط الكبير عليه. محمد محمود من العناصر الجيدة والإصابات أثرت في مسيرته، لكنه لا يزال صغير في السن ونتمنى له التوفيق مستقبلا وأن يمتلك الإصرار للعودة بشكل أفضل. الأفضلية ذهبت لفيوتشر بعد التعادل 2-2 خصوصا بعد التغييرات التي حدثت من جانب كولر في ظل انخفاض المعدل البدني لعدد كبير من عناصر الفريق المؤثرة، وكان يجب أن تكون التغييرات منذ الدقيقة 60 لكنه انتظر حتى تعادل فيوتشر، ولكن خبرات الفريق حسمت اللقاء في الوقت الإضافي، وكان يجب استبدال عاشور وكهربا والشحات وتو مبكرا بسبب حالة الإجهاد. الروح العالية التي يمتلكها لاعبي الأهلي تستحق الإشادة، وهي مستمرة منذ سنوات طويلة وواضحة بين اللاعبين في الوقت الحالي، وأي لاعب جديد يدخل ضمن صفوف الفريق بشكل جيد. أنتوني موديست سوف يستفيد من الهدف الذي سجله نفسيا وفنيا، ويجب أن يستغل لاعبي الأهلي إمكانياته وإرسال الكرات العرضية له داخل منطقة الجزاء. هو يحتاج للكرات العالية حتى يسجل أهداف ويستغل قدراته، والأهلي لا يحتاج لمناسبة أو مباراة معينة لكي يؤكد على عراقته، فهو اسم كبير ولديه جماهيرية في جميع أنحاء العالم. إبراهيم سعيد. مصطفى شوبير حارس واعد، والخطأ الذي حدث أمام مودرن فيوتشر لن يتكرر مجددا. هو لاعب صغير في السن وسيكون هذا الخطأ في ذاكرة
الذاكرة دائما. مصطفى شوبير مثل أي حارس مرمى يخطئ، ولكن مع الوقت سيكون أفضل بكثير، وكلنا نخطئ في كرة القدم، ولذلك لا أحب أن نمسك في الأخطاء فقط، واللاعب يحتاج فقط للمزيد من اكتساب الخبرات. سيد معوض: لدي تحفظ كبير على إقامة بطولة كأس السوبر من 4 أندية في ظل ضغط البطولة بشكل واضح ومعاناة الفرق من الضغوط والإجهاد. إقامة البطولة قبل معسكر منتخب مصر أمر سلبي جدا، خصوصا في ظل وجود معاناة وإجهاد واضح لدى لاعبي الأهلي تحديدا. فهل سوف يستعد اللاعبين لأفريقيا فنيا أم سيقضون المرحلة القادمة لدى طبيب الفريق؟ بطولة السوبر مضرة لمنتخب مصر، وهذه البطولة تقام لدى الدول التي تمتلك دوري منتظم. الأهلي قدم مستوى ممتع في مواجهة الأمس، وهي من أفضل مواجهات كولر مع الأهلي، وكل اللاعبين كانوا جيدين طوال ال75 دقيقة، والشحات وتاو ومعلول وهاني وكهربا وربيعة ومروان عطية كلهم كانوا نجوم في اللقاء. ومتعة المباراة قلت في الربع ساعة الأخير من جانب الفريق الأحمر بعد عودة فيوتشر وتسجيله هدفين بأخطاء فردية. فيوتشر كان موفق في الأهداف التي سجلها في شباك الأهلي، وخلال الوقت الإضافي الأول لم يكن هناك فرص للأهلي، لكن في الوقت الإضافي الثاني تألق أكثر من لاعب مثل طاهر محمد طاهر، والذي تألق بشكل جيد لأول مرة وكان نشط للغاية ويريد تسجيل الأهداف، وكان أخطر لاعب في الوقت الأخير. بينما باقي التغييرات لم تكن مؤثرة بالقدر الكافي رغم تسجيل موديست وكريم فؤاد. أداء بيراميدز لا يناسب إمكانيات اللاعبين المتواجدين حاليا في الفريق، والحديث عن تفوق الفريق محليا غريب جدا من جانب باتشيكو، والفريق فرط في الصعود لربع نهائي دوري الأبطال بعد الخسارة أمام صن داونز وصعب موقفه.